اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ جانا في فيديو جديد، ولكن احنا كنا نزلنا له شورتس او نبذه كده بسيطه. تعالوا بقى نشوف الترندات ديت هتودينا على فين، والحاجات اللي ترتب على قلوبنا ديت في الحر الجامد دوت يا جماعه تودينا على فين. النهارده بقى هعمل حاجه بسيطه كده خالص، واي حد يعرف يعملها، حتى لو بنوته صغيره بتتعلم تخش في المطبخ برضو لسه جديد. تعمل اي حاجه. مثلا بنوته حلوه صغيره كده بتبقى قاعده فاضيه مش لاقي حاجه تعملها، لا منجايه 2 في الفريز في التلاجة. جابت علبه ايس كريم من ام 5 حتى من ام 10، مش شرط الجردل دوت اي حاجه. بنجيب المانجايه كده ونقسمها نصين، وطبعا انت بتقطعها بالشكل اللي انت بتفضليه. دي تقطيعي في المانجا لما بكون عايزاها نصين بالشكل ده. طبعا مش هرمي النوايا والميه اللي نزلت ديت، وهشوف عليها كمان مانجايه ونعملها عصير. فتحت كده المانجايه نصين وطلعتها زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. اسهل طريقه يا جماعه انكم تقسموها بالسكينه كده من النص داير ما يدور، وتقوموا لافينها بقى بايديكم، وتطلعوا النص التاني ده لوحده، وتقوموا ماسكين النوايا وتقوموا لفينها. بتقوم طالعه لوحدها المانجايه لوحدها والنوايا لوحدها. عندي كده الجردل دوت في الفليزر، او بمعنى اصح بعت اشتريته و حشيت به المانجايه كده. طبعا فات كتير ايس كريم معايا، ما احتاجتش كتير منه ولا حاجه، بس لازم بظهر معلقه كده زي ما انت شايفه. لازم، انا ما عنديش المعلقه بتاعه الايس كريم ديت، بس الجيش بيقول لك اتصرف واحنا هنتصرف. طبعا محدش يقول لي انت بتعملي بايديكي وعكعكه وبتوع يع وما يعش، لا. ايدينا نظيفه، ودايما ايدينا بنغسلها والحمد لله. وبتطبطبي عليها كده لحد ما تزنقيها، وتحطي وترجعي تكبسي كده بالمعلقه لحد ما بتسويها. لازم تكبسيها، ما تخليش بينها وبين بعض فراغات. حتى اللي متقطعه من الجوانب ديت ما بتجرالهاش اي حاجه، وهتشوفوني وانا بقطعها دلوقتي سليمه وزي الفل. لو معلقه ايس كريم موجوده عندك اللي هي المغرفه ديت هتبقى مريحاك شويه عن اللي انا بعمله ده. تمام كده. انا بحط وبكبس، بحط الايس كريم واكبس بظهر المعلقه او بالمعلقه الصغيره. هنعمل كده المانجايتين. طبعا صفتها من المية الاول لان في واحده ما صفتهاش نحت فيها كتير. تحطي مانجا بتاع ايس كريم وتكبسي. طبعا محدش يقول لي البطاطس معانا في الوصفه، انا مفهماكم ان انا عامله فيديوهين او 3 في نفس اليوم. يعني حتى مش شرط ان لون العباية او الحاجه عليا يبقى انا بعمل كل يوم حاجه، لا انا كنت عامله كل دوت في نفس اليوم. كنت عامله 3 فيديوهات في نفس اليوم، بس ما حبيتش اطول عليكم الفيديو، وقلت ان انا اقسمه كده على 3 اجزاء. بطاطس ديت كانت يوم اكل العيش، حتى ما كنتش قليتها اهوت قبل اكل العيش. وهنا بقى بعد ما سبتها في الفريزر، انت بتسيبها 2 3 لحد ما تجمد. انا هنا حطيتها وسبتها يومين، لان يعني اكلنا وكان عندنا فاكهه وكان عندنا كنافه بالمانجا والكلام دوت. ف دي موسم المانجا بقى، تلعبي فيه براحتك. عصيرات باللبن، تعملي بالطريقه ديت زي ما انا عملتها. تضربي المانجا من غير ولا نقطه ميه في الكبه، وتنزلي عليها بالايس كريم، وتحطي عليها كريم شانتيه والكلام ده، وتحطيه في التلاجة في بوله عندك في اي حاجه. ده موسم المانجا، العبي بها زي ما انت عايزه. طلعتها كده من الفريزر وقشرتها زي ما انتم شايفين بالطريقه ديت. طبعا هي ساقعه جدا على ايديا، لولا كده كنت قشرتها متساويه وكويسه على ايدي. وبعد كده بتخرطيها كده قطع. المانجايه اللي بعد كده ممكن تلاقوها اتكسر منها حته نصين في ايديا، بس هي ساقعه جدا على ايديا. بعد ما بتحشيها، نسيت اقولك، بعد ما بتحشيها وتكبسيها وتنزلي عليها اول حاجه كده في اول مقطع، قبل ما تعينها في الفريزر بتقوم حطاها في بوله او في علبه وغطاها، او في بوله زي ديت وتقوم مغطياها بكيسه علقه، يعني شنطه زي ما بتقولوا عليها، من اي حاجه من 3 اسماء، وتحطها في الفريزر كده في جنب او في درج.
طبعا زي ما انتم شايفين قطعتها لكم على ايدي، والتقطيعه التانية على الصينيه زي ما انتم شايفين، بس انا ما بعرفش اعمل اي حاجه الا بايدي وبالسكينه زي ما انتم شايفين. دي اتقسمت نصين زي ما انتم شايفين. طالما انت مكبسه الايس كريم في المانجايه كويس هتلاقيها متماسكه وزي الفل. طبعا دي راحه على بقى على طول. عايزه اقول لك ساعه ما بتاكلها كده بتحسي بانتعاش جالك كده على قلبك. بألف هنا يا رب. وان عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في لايك واشتراك للقناه، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه. تعالوا بقى نكمل بقيه الفيديو مع بعض. كده خلاص. تعالوا بقى ننزل المقطع التاني بالموسيقى، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ويا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم.